جماهيرا كما ذكرت تظل تشجع وتؤازر بلا توقف حتى الآن طوال هذه المباراة أو منذ أن أطلق الحكم صافرة المباراة، بل قبل ذلك ما زالت مشجعة مؤازرة لفريقها بلا توقف. كرة ملعوبة صراحة من الأمور الجميلة التي جعلت تصمت لوهلة قرع الطبول والأهازيج الموجودة في المدرجات. أعتقد أن إبداع المدرجات يضاهي إبداع اللاعبين داخل أرضية الملعب من الجماهير الموجودة التي تقدم لوحة فنية جميلة والتي تزين هذه المباراة بكل أمانة. ومن قال أنها ملح المباراة هي وليس ملح، بل هي طبخة المباراة بالكامل، هي طبخة المباراة من خلال هذا الجمهور الكبير الحاضر أمامنا الذي زين المباراة، والذي كما ذكرت إن كان هناك أمر يتفوق على أداء اللاعبين فهو الدور الجماهيري الموجود في المباراة. هنا شوف أمامنا يا سلام على اللوحة صورة لا تحتاج لأي تعبير، لا تحتاج لأي تعليق، فهنا تتغاثل أعتقد الحروف في وصف هذا الحضور الجماهيري. لن أقول جمهور ولكن سميها كما تشاء. هنا شعب الوداد، دولة الوداد، جمهورية الوداد، سمها كما تشاء، سمها كما تشاء، وإن صح التعبير شعب كامل. هي دولة في ذاتها، منظومة ودولة متكاملة بجمهورها، بل وطن جميل، هم الوطن الجميل لهذا الفريق الوداد. ومجددا يشعل المدرجات التي أعتقد أن صيتها وصل إلى مدينة تطوان، صيتها وصل إلى مدينة تطوان. هذا التشجيع وهذه المؤازرة. كرة وهنا المطالبة بتحفيز الجماهير من جانب فتاح سعيد، ولكن يا فتاح هذه الجماهير أعتقد أنها لا تحتاج أبدا لعلامات وإشارات المؤازرة، هم بالأساس مبرمجين فطريا مبرمجين على حالة التشجيع بهذه الهستيرية التشجيعية وبهذه الطريقة الهستيرية. هم لا يحتاجون لأي رغم تكون من هزمه ركون سجلنا عليها كاع هدف، كان يعني الجمهور ديالها غيبقى مساندها حتى يمكن ترجع في المقابله. هادشي اللي ما كنستشاهدوش حنا في بزاف ديال الجماهير.